أهلا بيكم جونيور 4 في قناة باي جيو ساينس. أنا ميسيس نورهان، والنهاردة هنتكلم عن منهج ساينس جريد 4 فيرست ترم. قبل ما نبدأ خلينا نعرف يعني إيه ساينس. بما إنكم أول مرة بتاخدوا ساينس، فساينس هو مادة علمية. يعني إيه مادة علمية؟ يعني لازم نفهمها الأول وبعدين نحفظها. هنتعلم فيها عن كل الكائنات الحية اللي موجودة حوالينا، زي مين؟ زي النبات والإنسان والحيوان. وكمان هنتكلم عن الحاجات الغير حية زي الضوء والطاقة والحركة. وقبل ما نبدأ في المنهج بتاعنا، زي ما انتوا عارفين فالمنهج طويل شويتين، عشان كده لازم نبدأ صح عشان نعرف نكمل صح. وأول حاجة لازم تعملوها إنكم تشتركوا في القناة عشان هينزل عليها شرح كامل إن شاء الله للمنهج. وكمان تعملوا فولو للفيسبوك بيج بايو جيو ساينس، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان تعرفوا مواعيد السيشنز اللي جايه. المنهج بتاعنا بيتكون من 2 units. Unit 1 هنتكلم فيها عن living systems. living systems يعني الكائنات الحية، وهتكون فيها 4 concepts، 4 مفاهيم اللي هم ايه؟ Concept 1 adaptation and survival، وده هنتعلم فيه ازاي الكائنات الحية بتقدر تعيش في الظروف الصعبة. Concept 2 senses at work، وده هنتعلم فيه عن ازاي الكائنات الحية بتستخدم حواسها علشان تتعامل مع البيئة اللي حواليها. Concept 3 light and sight، وده هنتكلم فيه بالتفصيل عن حاسة البصر وازاي بتختلف من كائن حي للتاني، وكمان بتختلف باختلاف كمية الضوء. Concept 4 وده آخر concept عندنا في Unit 1، هنتعلم فيه عن communication and information transfer، وده هنتعلم فيه عن ايه؟ عن التواصل، وازاي الكائنات الحية بتقدر تتواصل مع بعض، وكمان ازاي بيحصل تبادل للمعلومات حول العالم. وبكده نكون خلصنا Unit 1 باختصار شديد جدا. تعالوا نشوف Unit 2، هنتكلم فيها عن motion يعني الحركة، ودي هيكون فيها 3 concepts، 3 مفاهيم اللي هما Concept 1 starting and stopping، وده هنتكلم فيه عن الآلات ازاي بتتحرك، زي ايه؟ زي الطيارات والسيارات وغيرهم، ازاي بيقدروا ان هم يتحركوا من مكان للتاني. وكونسبت 2 energy and motion، وده هنكمل كلام فيه عن الحركة بس هنركز على الطاقة وأنواعها وعلاقتها بالحركة. كونسبت 3 energy and collision، وده آخر كونسبت عندنا في المنهج، وهنكمل كلام فيه عن الطاقة والحركة وإيه علاقتهم ببعض، وكمان هنعرف ليه كل ما كان الجسم أتقل كانت الطاقة بتاعته أكبر. وبكده نكون خلصنا منهج ساينس جريد 4 فيرست ترم. إن شاء الله هنبدأ الحجز للترم شهر 8 2024. ممكن تحجزوا اونلاين سيشنز أو برايفت عن طريق إنكم تبعتولي على رسائل صفحة الفيسبوك أو تتواصلوا معايا عن طريق رقم الواتساب اللي هيظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة. بس كده، أشوفكم في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. زي الطاقة، زي الحركة، زي البركة. بس خلينا الأول نقول يعني إيه ساينس. ساينس إيه؟ ايه هكمل. زي الحركة؟ طيب الطاقة والحركة. ماشي. لا ماشي هتكملي ولا هتخشي هكمل، بقى؟ خلاص خلاص. هتقطعي. وكمان والطاقة والحركة. ايه بتضحك على ايه؟ concept 1 دي إشارة دي.